اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا ان شاء الله هعمل لكم طريقه فراخ بس حلوه قوي قوي، وان شاء الله تعجبكم. طريقتها سهله واولادنا بيموتوا فيها، بس دي حاجه سريعه كده ومش هتاخد منك ربع ساعه. ربع ساعه ازاي؟ والله ما هتاخد منك حاجه كتير، مش هتاخد لا ساعه ولا تتبلي ولا اي حاجه، ولا تحتاجي لبن ولا تحتاجي بيض ولا تحتاجي دقيق ولا اي حاجه خالص. الفراخ المقرمشه الجميله اللي ولادنا مهبولين بها وبيروحوا ياكلوها بره بمبلغ وقدره. احنا ان شاء الله الطريقه ديت سهله وسريعه ومش هتاخد مني حاجه. انا جايه من بره دلوقتي ومستعجله، بس ولادي عاوزين حاجه زي كده، فانا هعمل ايه؟ هتقولي لهم لا؟ طبعا ايام الدروس وايام المدارس ما بتقدريش تقولي لاولادك لا. هنقول بسم الله وتوكلنا على الله، وهنوريكي احلى طريقه فراخ مقرمشه وهتعجبك ان شاء الله. انا معايا دلوقتي الفراخ ديت، بجيبها اغسلها وبحطها وبقطعها على 8 قطع زي ما انت شايفه، غسله حلوه زي ما انت شايفه. ده طبعا كنت حاطه عليها ليمون، فمقطعاها 8 قطع ونضفتها كويس وليمون ودقيق وسبتها لما صفت من ميتها. لازم تصفيها من الميه. بعد كده معايا كركم ومعايا بهار فراخ، معايا 9 بهارات ومعايا ملح، معايا فلفل اسمر، معايا بابريكا، ومعايا بصلايه، معايا قرن شطه وليمونه. اكتر من كده مش هنعمل، بس الطريقه بتاعتها حلوه قوي. الصوص بتاعها لما بيصفى منها كده ممكن تاكلوه رز ابيض. شوفوا يعني هتعملي شويه رز ابيض جنبها او شويه مكرونه، بتبقى حلوه قوي. جربيها وان شاء الله هتدعي لي. انا معايا دلوقتي زي ما انت شايفه حله حطيت فيها شويه زيت، فانا هعمل ايه دلوقتي؟ زي ما انت شايفه طبعا الزيت سخن. انا معايا دلوقتي الفراخ، زي ما انت شايفه. انا هلوحها بس كده حاجه بسيطه لما تكوني محتاجه، يعني لما تكوني عاوزه تعملي اكله بسرعه بنفس الطريقه. طبعا دي حاجه، والفراخ اللي احنا بننقعها في بهاراتها ودقيق وحاجات من ديت بتعمليها كنتاجي، دي حاجه تانيه. بس مجربي ديت بصراحه. انا اكلتها في مكان وكده عند ناس، بصراحه عجبتني قوي، قلت لازم انزلها لكم واعملها لكم اكل سريعه سريعه كده. انا معايا البهارات زي ما انت شايفه ومعاهم الملح، وهحط بصله وليمونه وقرن شطه. هتقلبي زي ما انت شايفه، كل ده هيتقلب في بعضه. وبعد كده بعد ما تلوحيه زي ما انت شايفه هتعملي ايه؟ هنقوم حاطين عليه كوبايه ميه. كوبايه ميه ليه؟ اكتر من كده مفيش، ما تزوديش. طبعا هي لا، الفراخ هتصفي ميه منها برضه، بس كوبايه الميه هتفضل لغايه ما تستوي معاكي. انا مش هسويها زياده عن اللزوم، هعملها نص سوا. بس الطريقه دي حلوه قوي قوي وان شاء الله هتعجبك. اتفرجي على الفيديو للاخر وان شاء الله. بس احلى لايك منك وانت حلو كده ان شاء الله. كده خلاص انا اديت لها تلويحه. هنحط بقى كوبايه ميه بس، اكتر من كده مفيش. هنسيبها تستوي وبعد كده هنرجع اوريكي احنا هنعمل ايه. هنجهز لها حاجات بسيطه وفي نفس البيت، مش هتشتري حاجه ان شاء الله من بره. تستوى ونرجع لكم تاني. كده دلوقتي الفراخ استوت، طبعا ما سوتهاش زياده عن اللزوم. انا هعمل ايه دلوقتي؟ طبعا انا سبتها لما بردت خالص زي ما انت شايفه. احطها في طبق وبعد كده هجهز الفيجيتار. طبعا بقول لكم لا بيض ولا لبن ولا دقيق ولا اي حاجه خالص. الصوص ده اللي انتوا شايفينه ده ممكن لو انت عاوزه تعمليه جنب رز ابيض بيبقى حلو قوي قوي. وكمان لو جيت قطعت فيه بطاطستين مكعبات صغيره واديت لهم يعني يستووا، الله عليهم وعلى الطعم بتاعهم. لو انت عاوزه تاكليه بالرز الابيض بنفس الطريقه، انا بقى عامله شويه رز اصفر حلوين قوي عملتهم معاكم قبل كده، فانا طبعا جهزتهم من غير ما اصورهم. طريقتهم حلوه قوي، واللي ما دخلش على الصفحه يخش ويشوفهم. بسم الله ما شاء الله. الرز المصري احلى من الرز البسملت بكتير. انا دلوقتي هحوشها المسوس بتاعها وهوريكم انا هكمل ازاي. انا طبعا دلوقتي ده الفيجيتار اللي انا بعمله عندي على طول، بعمله لازم على طول بيبقى عندي، ما بستغناش عنه. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنطلعها من الصوص زي ما انت شايفه. اهو تبقى حلوه قوي قوي وطريقتها جميله. ضغطه كده، طبعا انا ايدي نظيفه زي ما انتم شايفين. في ناس بقى تقول لك انت ما بتلبسيش جوانتي ليه؟ لا، اهو مفيش احسن لما الحاجه تعملها بايديكي. شوفي عشان تحسي بالحاجه. صدقيني بقى، هنا بقى شويه زيت حلوين كده، ما تكتريش زيت زياده عن اللزوم. هنسخن ونرجع لكم تاني نكمل بنفس الطريقه. ولا بيض ولا لبن ولا اي حاجه، وجربيها ان شاء الله. دي يعني ايه؟ فراخ مقرمشه يعني
سريعه، ما خدتش حاجه، مش هتاخد منك ربع ساعه في عمايلها. يعني ممكن لو جاي لك ضيف فجاه وممكن عاوزه تعملي حاجه زي كده، صدقيني والله شويه مكرونه حلوين وطبق سلطه والفراخ بنفس الطريقه مش هتاخد منك اي وقت. شوفوا اهو كده خلاص. انا معايا الزيت اهي. هتهدي عليه وتسيبيه خالص، تسيبي الفراخ لغايه ما تحمر حلو، وهوريكي احلى فراخ احسن من اللي بتجيبها من بره ان شاء الله. زي ما انت شايفه كده مره نشوفها كده. لا لسه هنحمرها، انا مهديه عليها مش معليه النار قوي عشان تاخد كده ايه اللون الجميل الذهبي الحلو ده. هحمرها وهوريكم احلى طريقه فراخ سريعه ما بتاخدش منك اي وقت. كده خلاص بسم الله ما شاء الله. اهو اللون عامل ازاي كده. شوف شوف بسم الله ما شاء الله على الحلاوه وعلى الريحه ما شاء الله. انا طبعا ما بكترش زيت، وهسيب دول كمان هسيبهم برضو براحتهم زي ما انت شايفه. صراحه الريحه جميله قوي. طبعا انا عملت شويه رز، عملت شويه الرز الاصفر الحلوين دول بسم الله ما شاء الله. بصراحه الريحه حلوه قوي. هكمل وارجع لكم تاني ان شاء الله. كده خلصت بسم الله ما شاء الله. الريحه حلوه وشويه الصوص اللي نازلين منها دول بسم الله ما شاء الله. عملت شويه الرز الاصفر الحلوين دول بصراحه احلى اكله لاولادك. اهم حاجه الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.